سعد لي مساكن جميعا. اليوم جبت لكم أسرع وأسهل وصفة أندومي ممكن تجربوها. بدنا أول شي قرنين أو 3 فليفلة حدة حلوة، هذا الشي بيرجع لكم. بنقطعهم هيك شرحات رفيعة شوية، وبيلزمنا كمان بصلتين حجم وسط بنقطعهم جوانح رفيعة. وبدنا 3 حبات بندورة قياس وسط، يكونوا حمر ومستويين مثل أخوك الصغير لما يكون آكل قتلة من أبوك لما لقطه عم يدخن. بنحاول نخلي الفرمة خشنة شوي مشان ما تذوب البندورة معنا على الطهي. وهلأ اجا وقت الجد، بنشغل الغاز على حرارة متوسطة، بنحط شوية زيت نباتي أو زيت زيتون حسب الشي اللي انتو بتفضلوه. ننزل عليهم أول شي بالبصل، بنحط عليهم رشة ملح صغيرة مشان يرخي معنا البصل. بنقلبهم شوي صغيرة وبنتركهم يذوبوا على مهلهم. وأول ما البصل ياخد لون معنا بننزل عليه الفلفل الخضراء اللي كنا فارمينها، بنقلبهم شوي مع بعض وبنتركهم ياخدوا لون سوا. بعدين بننزل عليهم بالبندورة، بنقلبهم شوية وننزل عليهم بعدها بالبهارات يلي هي معلقة ملح صغيرة، نص معلقة بابريكا، ربع معلقة فلفل أسود، ونص معلقة أوريجانو. بنقلبهم شوي صغيرة مع بعض وبنتركهم على الغاز ليتعقدوا على مهلهم ونغطيهم شوية. عبين ما تتعقد معنا الخضرة بدنا نسلق الأندومي مع البهارات تبعها. طبعا الفلفل اللي مع الاندومي فيكن تحطوه فيكن لا حسب الرغبة. وبس بلشت تتعقد الطبخة تبعيتنا بنحط لها نص معلقة أو 3/4 معلقة عدس بندورة. بنقلبهم هيك شوي مع بعض وبنرجع نغطيهم ونتركهم يتعقدوا سوا. بعدين ننزل عليهم بشوية مرقة أندومي، وبننزل عليهم بعدها بالأندومي بعد ما نصفيها منيح من المي. نعمل لهم تحريكة سريعة مع بعض حتى الاندومي تاخد من كل البهارات المكونات اللي حطيناها معها. بنرش عليهم على الوش جبنة اشقوان او جبنة موزاريلا حسب المتوفر عندكم. وبعدها بنغطيها دقيقتين او 3 بس بحيث تذوب الجبنة.
وبس ذابت معنا الجبنة بتطلع معنا هاي النتيجة النهائية. وهلأ بنيجي لوقت التقديم. بنزينها بشوية فلفلة خضراء، بنوزعها كيف ما بدكم بتحبوا توزعوها وزعوها. إذا بتحبوا تضيفوا زيتون أسود أو فطر على الوش كمان بتطلع كتير طيبة. وكمان رشة أوريجانو على الوش للزينة ما بتضر. وهيك بتكون معنا الوصفة جاهزة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك.